مرحلة مهمة أخرى عاشها اليمن بعد خليج 20 هي تصفيات كأس العالم. الكل استبشر خيرا بالمردود في تصفيات كأس آسيا، لكن للقرعة أقدارها، وقدر اليمن أن يواجه العراق في مهمة تكاد تكون مستحيلة. خسر اليمن في أربيل بهدفين دون مقابل، وعجز عن إحداث المفاجأة في لقاء العودة، وتعادل دون أهداف، لتنتهي الرحلة مبكرا في انتظار استحقاقات أخرى عل وعسى تكون فيها الأقدار منصفة أكثر. أن منتخب العراق يعني سمعته في قارة آسيا، وقدم مباراة جيدة في أربيل، واستطعنا أن احنا في العين نكسب نقطة من المنتخب العراقي ويعد لنا مكسب. المنتخب اليمني لما لعب في العراق كانت تقريبا أول مباراة يلعبوها العراقيين على أرضهم، وكانت في أربيل، فكان في زخم جماهيري. الزخم الجماهيري طبعا عندنا اللاعب اليمني شوية الآن ما عندنا الزخم الجماهيري. الزخم الجماهيري كان عندنا في خليجي 20، لكن الزخم الجماهيري اللي كان في العراق شوية أثر على اللاعب اليمني. ولو ترجع المباراة بتجد أن اللاعب اليمني قدم فيها، لكن العراق كانوا مسيطرين سيطرة تامة على المباراة.